نحن الآن في ديوان المرحوم أبو طالب لإقامة الشعائر الحسينية، ونلتقي بصاحب الموكب أبو ليث. شيء تمثل لك الشعائر الحسينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين. أول بالبداية نشكر الأخ الأستاذ علي والأخ المصور وإلى شبكة النظائر لهذا لتسليط الضوء على هذه المجالس، مجالس العزاء في ديوان المرحوم أبو طالب. هذه المجالس أورثناها من جدي المرحوم الحاج كاظم آل عذافة في الخمسينات أو الستينات في القرن الماضي. واستورثناها من الحاج كاظم آل عذافة. الحمد لله والشكر. هذه مجالس العزاء هي مجالس الحسين، لتضم مجالسنا في الأيام الأولى من شهر محرم الحرام. وهذه المجالس زين ابو ليث، كلامك بالنسبه للمجلس العزاء او موكبكم، هل يعتبر من اقدم المواكب في قضاء الدواين؟ احنا نعتبرها بالنسبه ان اكو اقدم منها. مجالس الحسين منذ 1400 سنه هي اقامه العزاء للامام الحسين. وقال احنا نعتبر هذه المجالس مجلسنا خاصه في مدينه الدواين نعتبره هو اقدم مجلس ما بعد الساده بالسي الشريف وموكب الدوايه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. الحسينية في شهر محرم الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. طبعا الشعائر الدينية كما وصفها القرآن الكريم، فضلا إنه عن الرواية التي وردت بهذا المضمون وبهذا الخصوص، لكن هناك القرآن الكريم أول ما نص على تلك الشعائر ولم تخص أنه هذه الشعيرة أو هذه الشعائر في باب دون باب، كما أن هناك للحج شعائر وإن كانت أحكام وأمور خاصة في الحج، كذلك أنه في شعائر أبي عبد الله الحسين، لكن أنه هذه الشعائر الشعائر لأبي عبد الله تمثل أنه الرونق الحقيقي لتلك الشعائر، وأنها اكتست علة، وهي من حفظت، نقول هي من حفظت إلينا هذا المضمون وأوصلت أنه هذا التواصل، ولم يخص طائفة دون طائفة أخرى. فترى أنه بقية الطوائف، بقية الملل، بقية النحل، أنه تشارك فيها في إحياء شعائر أبي عبد الله الحسين. زين، فالحسين لم يختص أنه بطائفة معينة أو أو بملة معينة أو لجهة معينة، بل الحسين أنه ثورة، عرفت هذه الحركة أو هذه الثورة في كل من يرى أن الإنسانية حق لها في كسر قيود الظلم، وأنها تحارب الجور والظلم والاضطهاد إذا وصلت أنه الأمور إلى ما تمدح عقبها، كما قال الحسين صلوات الله وسلامه عليه: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. شيء تمثل لك أيام محرم الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام هو ذكرى انتصار الدم على السيف وانتصار الحق على الباطل. شعائر الإمام الحسين عليه السلام جاءت لتخليد التضحية التي قدمها الإمام عليه السلام. ففي شهر محرم الحرام تعيد إلى كافة الإنسانية وإلى كافة المذاهب والطوائف، هي ذكرى الحق وذكرى التضحية وذكرى إنارة الطريق للأجيال. ونحن وأنتم إن شاء الله من السائرين إلى خدمة الشعائر الحسينية. أحسنت حجر رحمية عليه. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآل محمد. نعزي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والأمة الإسلامية جميعا، لأن الإمام الحسين عليه السلام لا يختص بأمة أو بزمن. الإمام الحسين لجميع الأجيال، لأن الإمام الحسين ثورة ضد كل الطغاة الموجودين ضمن الزمن. نحن مجلس عزاء الإمام الحسين عليه السلام الحاج هادي كاظم نعزي جميع مراجع الأمة الإسلامية، ويعني لنا الإمام الحسين عليه السلام ثورة ضد كل الطغاة عبر الزمان. نحن نعيش الآن في زمن قاسي، وكل الأجيال اللي مرت بالقساء نحن نمر بها.